ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حمد على قناه حياتك احلى هند محمد. هعمل معاكم النهارده الكنافه بالكريمه باسهل واسهل طريقه. ركزوا معايا كده في المقادير وامشوا معايا خطوه بخطوه. جبت طبق كبير كده زي ما انتم شايفين. خلاص، وحطيت فيه كنافه دول نص كيلو من الكنافه. تمام، زي ما قلت لكم يا جماعه، يستحب الكنافه تجيبوها وتحطوها في الفريزر عشان وتطلعوها قبل ما تشتغلوا فيها تهدى شويه. بعد كده تبتدوا تقطعوها. ده بيبقى اسهل بكتير. تمام. في تقطيعها غير لما تكونوا جايبينها صبحة. تمام. هقطع بقى الكمية دي وبعد كده ارجع لكم. قطعت كل كمية الكنافة كده زي ما انتم شايفين. تمام. طبعا التقطيع ده على حسب ما تحبي. في ناس بتحبها صغيرة جدا، في ناس بتحبها وسط. ده حسب ما تحبي. تمام. وبعد كده هدوب 3 معالق كبار سمنة بلدي بما يعادل ربع كوباية من السمنة. تمام. وبعد كده هضيفهم للكنافة. سيحت 3 معالق كبار سمنة بلدي زي ما انتم شايفين كده بما يعادل ربع كوباية من السمنة. تمام. وهضيفها بقى للكنافة. وابتدي بقى اقلب بقى الكنافة مع سمنة بلدي، وابتدي بقى اقطعها تاني. وزعت السمنة على الكنافة زي ما انتم شايفين كده. بعد كده قطعتها تاني. بصوا، لازم نتأكد يا جماعة ان كل السمنة واصلة لكل الكنافة زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى ابقى بوزعها جامد. وابتدي بقى افتتها كده زي ما انتم شايفين كده. لازم اتأكد ان كل السمنة واصلة لكل الكنافة. هروح بقى اعمل كريمة الحشو اللي انا هعملها ان شاء الله. هحشيها الكنافة. انا هعملها ان شاء الله كنافة بالكريمة. هروح بقى اعمل الكريمة دلوقتي. الكريمة اللي انا هحشي بيها الكنافة هستخدم كريمة الحشو بالقشطة من شركة مايوي. هما كاتبين طريقة التحضير زي ما انتم شايفين كده. عشان اعمل كريمة الحشو بالقشطة من شركة مايوي، اول حاجة هحتاج كوب ونص من اللبن البارد. تمام. وبعد كده هضيف محتويات العبوة، وبعد كده هقلبه جيدا. وبعد كده يوضع المزيج على نار هادئة مع السمنة التقليدية حتى الحصول على قوام مناسب. تضرب الضربة القليلة ثم يحشى بيها نوع مفضل من الحلويات. هحضر بقى كوباية ونص لبن بارد واضيف ليه كريمة الحشو بالقشطة من شركة مايوي. حطيت كوباية ونص لبن. هضيف كريمة الحشو بالقشطة من شركة مايوي وهقلبه على البارد. هقلب كله كده على البارد كده لحد لما اتاكد ان كله ان كله كده يمتزج مع بعض. وبعد كده هحطه على النار. هرفع المكونات على النار كده زي ما انتم شايفين. وابتدي بقى اقلب لحد لما ايه الكريمه تربط معايا. مهم جدا يا جماعه احط التقليب دي عشان الكريمه ما تكلكعش معاكي. مهم جدا. قرب ما تيجي تربط كده هضيف 10 تمرات متقطعين كده، وده اختياري. تمام، ده اختياري. بس عايزه اقول لكم بتدي للكريمه طعم حلو جدا. هقلب تاني مع بعض. هضيف كمان معلقه من الزبيب، ودي اختياري برضو. اخر حاجه هضيفها حبه كده من الزبيب، ودي اختياري. ممكن كمان تضيفي مكسرات بتاع حسب ما تحبي انت. هبتدي بقى هقلب كله مع بعض كده. مهم جدا يا جماعه اضيف المكونات دي اول ما الكريمه تربط معايا. بصوا كده الكريمه ابتدت تربط معايا. ابتدي بقى اقلب لحد لما تربط معايا. انا بحب الكريمه تكون ماسكه خالص كده. القوام ربط معايا كده زي ما شايفين. بصوا، انا بحب القوام يكون تقيل كده. لو انت عايزاه اخف من كده خلاص بتطفي عليها قبل ما القوام يتقد. القوام ده حسب هتحبي انت. انا بحب القوام يكون تقيل زي ما شايفين كده. كده خلاص كده القوام كده تقل وربطت خالص. هطفي عليها بقى واسيبها تبرد. هجيب صينيه مقاس 24. تمام. واحط فيها نص الكنافه. تمام. وبعد كده بقى هحط الكريمه. وبعد كده بقى هحط الباقي من الكنافه. انا الكريمه حطيتها في التلاجة عشان تسقع شويه. خلاص عشان ابتدي اشتغل بيها. مش هستنى عليها لحد لما تبرد. حطيت اول جزء من الكنافه كده زي ما انتم شايفين. بصوا، مهم جدا ابططها جامد واعمل لها حرف زي ما انتم شايفين كده. بصوا، عشان ما تفتحش معايا ما اجي اقلبها والكريمه ما تخرجش بره. مهم قوي النقطه دي. ابططها جامد واعمل لها حرف زي ما انتم شايفين كده.
هضيف بقى ايه الكريمه، وبعد كده هضيف الباقي من الكنافه. انا هدخلها في فرن شويه لمده كده 5 دقايق، تمام، تسخن شويه. بعد كده بقى ايه هخرجها، اضيف الكريمه، وبعد كده اضيف الباقي من الكنافه. طلعت الكنافه من الفرن بالظبط، سبتها بالظبط 5 دقايق يا دوبك، بس ايه يعني ايه تنشف بس شويه. خلاص. خلاص. وبعد كده بقى هضيف الايه القشطه. انا القشطه بعد ما عملتها حطيتها ايه في التلاجة، عشان ايه تمسك نفسها جامد، وتمسك نفسها جامد عشان ايه اضيفها ايه اضيفها للكنافه. اضيف القشطه، واضيف الجزء التاني من الكنافه. ضفت الكريمه كده زي ما انتم شايفين. مهم جدا يا جماعه الكريمه تكون في النص. بصوا، على قد ما اقدر الكريمه تكون في نص الصينيه زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو، بعيده كمان على الحرف عشان اما اجي اقلبها ما تفكش. هتبقى اضيف الايه الجزء التاني من الكنافه. ضفت الجزء الباقي من الكنافه كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى، انا ما ينفعش اضغط ليه بقى؟ عشان الكريمه. فانا هبتدي بص ابطل كده بالايه يعني بحنيه خالص، عشان ايه ما تلزقش في بعض. بس يا دوبك بس ايه اساوي، بس ايه اساوي اساوي الكنافه بس من فوق بس. سويت الكنافه كده من فوق زي ما انتم شايفين كده. هدخلها فرن على درجه حراره 180 لمده ساعه الا ربع. وبعد كده ايه هطفي عليها من تحت واولع عليها الشوايه ايه من فوق تاخد لون. وبعد كده بقى ايه اطلعها اسقيها بالشربات. هنعمل بقى شربات كوبايه وتلات ارباع كوبايه سكر، وربع كوبايه عسل نحل. عاوز اقول لكم ان عسل النحل بيفرق جدا في شربات الكنافه. حطيت كوبايه وتلات ارباع كوبايه سكر، وحطيت ربع كوبايه عسل نحل. هضيف كوبايه ميه مغليه. وبعد كده بقى ايه هرفع الشربات على النار لحد لما ايه كله يدوب. حطيت الشربات على النار كده زي ما انتم شايفين كده بقى ايه ادي كله مع بعضه. وهضيف من 3 ل 4 نقط فانيليا سايله. كده الشربات بقى جاهز خلاص كده زي ما انتم شايفين. اسيبه بقى ايه يبرد. اول ما يكون في الفرن. مهم جدا يا جماعه الشربات تكون بارد، الكنافه تكون سخنه والشربات تكون بارد. ده شكل الكنافه اول ما طلعت من الفرن. عاوزه اقول لكم انا شغلت عليها الفرن من تحت لمده ساعه الا ربع. بعد كده بقى ايه طفيت من تحت وشغلت الشوايه، وخدت اللون الجميل ده. هسقيها بقى بالشربات اللي انا كنت عاملاه. زي ما انا قلت لكم يا جماعه الكنافه بتكون سخنه والشربات بيكون بارد. هغطيها كده ايه 5 دقايق عشان متبقاش ناشفه. وبعد كده بقى ايه هقلبها. غطيت الكنافه 5 دقايق، ابتدي بقى ايه اقلبها. ده شكل الكنافه بعد ما قلبتها. قدموا بقى الفنا وشفا. زي ما انا قلت لكم هتشغلوا عليه الفرن من تحت لمده ساعه الا ربع. تاخد لون من تحت خلاص. وبعد كده بقى ايه تطفي عليها من تحت وتشغلي الشوايه عشان ايه تحمر. اهم حاجه تمشوا بنفس الخطوات اللي انا عملتها هتطلع معاكم مظبوطه ما فيهاش غلطه. هسويها وارجع لكم. ده شكل الكنافه بعد ما زوقتها. قدموا بقى الفنا وشفا. انا زوقتها بجوز الهند وتمر، حطيت تمر كده في النص، وزوقتها بجوز الهند والزبيب زي ما انتم شايفين كده. ممكن تسيبوها ساده، ممكن تزوقوها بالمكسرات، ممكن تزوقوها بشوكليت شيبس، ممكن تزوقوها بالفواكه مسكره، ده حسب ما تحبي انت.
هقطع معاكم حته كده تشوفوها. قطعت منها حته زي ما شايفين كده. بصوا انا عايزه اوريكم الكريمه من جوه عامله ازاي. بصوا الجمال. ان شاء الله تجربوا تعملوا بالطريقه دي وتعجبكم ان شاء الله. اهم حاجه تمشوا بالخطوات اللي انا مشيت عليها. ان شاء الله جربوا تعملوها وتعجبكم ان شاء الله. لو عجبك الفيديو لا تنسوا في القناه، وريت تدعموا بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.